يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيلا بينا نشوف فيديو النهارده، ويوم النهارده هيكون في ايه. صباحكم فل وعسل وياسمين. احنا النهارده بقى هنعمل روتين حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا جدا جدا. بس بقى قبل ما نبتدي كده الفيديو والنشاط بقى كده وتشوفوا الحماس والنظافة، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتنزلوا تعملوا اللايك الجامد علشان اكبر بيكم وقناتي تكبر ونوصل ل10 آلاف باسرع وقت. عايزه كومنتات حلوه كتير قوي قوي. وقولوا لي بتشوفوني من بره مصر، من جوه مصر، من اني دوله، من اني بلد، علشان اشكركم. وبشكر اهل اليمن واهل السعوديه وطبعا اهل القاهره، بشكركم جدا 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 ان انتم مشرفيني هنا ومنوريني. وعلى راسي واشرف برضه كل الناس اللي ما بيكتبوش. لازم تكتبوا علشان اشكركم، فبحبكم جدا جدا. تنزلوا تعملوا اللايك بقى الجامد بتاعكم. عايزه لايكات 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 علشان الفيديو بتاعي ينتشر والقناة بتاعتي تكبر، زي ما قنواتي اللي كانت كبيرة ان شاء الله هتكبر، وكل حاجة هترجع زي الاول تاني. فمحتاجة منكم دعوة حلوة قوي وكومنت حلوة قوي، فبشكركم مرة المليون. هفضل اشكركم. وطبعا عايز اشكر الناس اللي دخلت الانتساب، مشرفيني ومنوريني. طبعا اخواتي اللي ساندني دايما دايما وبيحبوني، بشكركم جدا على دخولكم الانتساب. والايام الجايه في فيديوهات حلوه قوي قوي قوي. انتظروا فيديوهات قويه ووصفات حلوه قوي. واي حد حابب اي وصفه معينه، يا ريت تكتبولي في اي كومنتات انا بقراها. اكتبولي وانا هعمل لكم كل حاجه. واي وصفه بتحبوها او عايزينها او سمعتوا عنها ومش عارفينها، قولولي. يعني عايزاكم تشجعوني في الموضوع ده بجد. الموضوع هيبقى حلو قوي قوي، وهيبقى يعني تغيير في القناة. زي ما بنعمل روتينات وبنعمل حاجات حلوة، وعايزين بقى نطلع بره. يعني عايزة اطلع بقى ايه يعني بره الدايرة اللي احنا فيها دي. اطلع بره بقى كده ونعمل فلوجات حلوة ان شاء الله. ان شاء الله الايام الجاية هعمل كل حاجة. فبحبكم جدا جدا جدا. وفي اي كومنت برضو، يعني عايزين اغير حاجة، مش عاجبكم حاجة. انا متهيألي ان التصوير كده متهيألي حلو والاضاءة كويسة. سامحوني اذا كانت في فيديو الاضاءة بتاعته مش قوية ولا حاجة، لان التليفون لما مثلا نور ربنا بيبقى طالع او حاجة، بيعكس الكاميرا، ضوء الكاميرا يعني، فبيبقى مش حلو قوي. فمش عارفة، بيبقى غصب عني صدقوني. تمام. عايزين توصلوا للفيديو، شاهدوا الفيديو للآخر عشان اقول لكم وصفة النهاردة او غدايا النهاردة كان ايه. عملت اكلة حلوة قوي قوي، يا رب تعجبكم، يا رب تجربوها. فيلا بينا نشوف نعمل ايه النهاردة ويومنا ماشي ازاي. صباحكم فل وهنا وياسمين. عايزة اعرفكم بحاجة. القناة التانية نزل فيديو تاني خالص غير هنا، هسيبهولكوا في اول تعليق مثبت، او هتلاقوا القناة التانية في المنتدى. برضو شرفوني ونوروني، صدقوني هيعجبكم جدا. صدقوني انا مش يعني بغلس عليكم ولا حاجة، بس لو حابين تشوفوا لي فيديو تاني، هتلاقوا في القناة التانية. وبرضو ده دعمكم ليا ان انتوا تشوفوا القناة التانية. بفضل أشكركم على مساعدتكم ومحبتكم الكبيرة اللي بشوفها في الكومنتات. بجد بتبسطوني جدا جدا. انا عايزه الايام الجايه بقى نبدا نجيب مفارش، ونبدا نجيب الملايات، ونبدا نجيب حاجات حلوه قوي قوي. الحاجات دي كلها هنزل لكم بيها فيديوهات وانا بشتريها وانا بعملها. وبرده فيديوهات الانتساب عايزه اعرفكم ان بتنزل بانتظام جدا جدا جدا. وبنزل فيديوهات كل ما نعلى بالمستوى، طبعا بالفيديوهات بتبقى احسن واحلى. فمنتظراكم وتشرفوني، ده دعمكم ليا. فيلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. هتلاقوا يعني كل حاجة بحطها في مكانها، لان الأوضة صغيرة جدا، فملهاش ان انا اغير شمال ولا اغير يمين. عايزين اقول لكم اليوتيوبرز او الناس اللي موجودة، علشان ربنا مديهم يعني او كده، كل شوية بيغيروا في العفش. بيبقى عندهم شقة كبيرة بيحطوا الأوضة دي مكان دي، بس انا ده مش متاح معايا دلوقتي. هجيب كل حاجة وهعمل كل حاجة. بس صدقوني بيكوا انتوا انا هعمل كل حاجة، اللي هو يعني التحديثات جامدة جدا جدا جدا. مش قادرة اقول لكم قد ايه نازلة.
بيبقى غصب عني. يعني انا كل يوم اللي هو خايفه يحصل مثلا اي غلطه في الاعدادات، في اي غلطه، لان دلوقتي اكتريه القنوات اللي بتبقى فيها مشكله بيبقى في الاعداد بتاعها. يعني ده ما بيتحلش غير ان يعني الناس تبقى معاها شركة معينة بتتابع بقى القناة وتقول المشكلة دي تتحل ازاي، او نحلها ازاي، او نعالجها ازاي، او نعملها ان ما تخليش المشكلة تبقى موجودة. فده انا مش متاح معايا دلوقتي طبعا، لان القناة بتاعتي صغيرة. كل ما تبقى قناة كبيرة بتعدي ال50,000 وال100,000، هنا بيبدأوا يجيبوا شركات. هتقولوا لي طب ما في قنوات صغيرة، القنوات الصغيرة اللي ماشية وكده، ف يعني بيبقوا بادئينها اللي هي بداية بقى من زمان، يعني القنوات القديمة قوي قوي قوي، اللي هي ما تحصلش فيها اي مشكلة، بيبقوا بادئينها هم بالبداية، فما بيطلبوش مثلا منهم حاجة معينة. لكن القنوات اللي بتبقى مثلا من سنة من سنتين، دي اللي تبقى فيها المشكلة ان التحديثات كلها بتشوف القنوات اللي هي يعتبر من سنة سنتين، دي يعتبر كده قنوات جديدة. فأنا من ضمن دول. فربنا يستر. عايزة أقول لكم بجد بجد، يعني أنا بكلمكم بأمانة وبصدق، أنا ببقى يعني خايفة ومرعوبة إني أنا، زي ما انتوا عارفين، أنا القناة بتاعتي كانت كبيرة وراحت بسبب برضو مشكلة وغلطة، فأنا ما كنتش أعرفها، فما عرفتش أعالجها، وطلبوا مني 6 شهور، وبعديها طلبوا مني 6 شهور تاني، فأنا مش عارفة دي هترجع ولا لأ. التانيين نفس الطريقة كانت فيه مشكلة. فبرضو حاطه ايدي على قلبي اني اخترعوا لي مشكله جديده، لاني حاسه كده إن يعني بامانه، عارفين اللي هو انا بنام بقوم اقول يعني انت اليوتيوب اللي هو ما فيش غيري انا اللي انا طبعا مش بقول كده وخلاص، بس في بنات كتير وفي ناس قنوات كبيره يعني حصلت فيها المشكله دي. دي حصلت كمان، عارفين، في قنوات مليونيه، بس بيبقى في مشكلة تانية خالص اللي هي القنوات الكبيرة، عارفين اللي هو محددين المشكلة في القنوات الصغيرة يعني، ويعملوا للمشكلة للقنوات الكبيرة، فهو كده. فأنا حاطة ايدي على القلب، صدقوني مش بنام بسبب خايفة ومرعوبة ان يحصل حاجة. فادعوا لي ما يحصلش حاجة، لاني انا حاسة ان انا زهقتكم معايا ان انا اطلع من القناة دي للقناة دي للقناة دي. عايزة يعني على الاقل على الاقل ارجع تاني. سامحوني جالي تليفون. فنرجع لموضوعنا تاني. فاللي هو انا عايزاكم تدعولي، يعني تدعولي دعوة حلوة بجد من قلبكم، علشان الموضوع ده انا خايفة منه جدا. مش كل ما ابني قناة او كل ما قناة تبدأ تعلى عن اللي فاتوا دول، يعني اللي هو بدأت كنت داخلة خلاص على 15,000، اللي هو مرة واحدة لقيت التحديث نزل عندي، وبينزل لي التحديث يعني بيظهر لي المشكلة اللي كانت موجودة في الإعدادات، أو المشكلة طب يعني المفروض يدوني تنبيه يحاول يحل المشكلة، علشان مثلا هتبقى المشكلة دي جامدة في القناة، فما بيدوش. فهو التحديث الجديد كده. فخلاص احنا نرضى بالمكتوب ونرضى بالمقسوم، يعني اكيد ربنا ليه قصد معين، ليه حاجة معينة، فنعمل تمام يعني اللي اتقال. فانا على قد ما بقدر بسأل مهندسين صغيرين، بسأل ناس اصحابي، فادينا ماشيين ببركة ربنا ودعواتكم معايا. فعايزة منكم كده تدعوا لي دعوة حلوة كده، وتكتبوا لي كومنت حلو، وتشجعوني ان انا اشتغل وارجع تاني، لحسن انا عارفين يعني كل ما بنزل اي فيديو ببقى نايمة، يعني حاطة دي على قلبي ان خايفة ان القناة الصبح يبقى تنزل عليها التحديث، فربنا يستر. فمش عايزة يعني كل شوية افتح قناة وادعب فيها واعمل فيها، وبعد كده لاني موضوع القناة على فكرة صعب جدا، مش سهل زي ما انتوا فاكرين او انتوا عارفين. لا، موضوع انك تبني قناة من اول وجديد وترجع ناسك تاني وحبايبك تاني واخواتك تاني، ده موضوع صعب جدا جدا. فانا متأكدة بيكم هقدر اعمل كل حاجة وهنكسر الدنيا. ويعني عايزة اقول لكم انا في دماغي حاجات واحلام وحاجات كتير عايزة اعملها، بس مستنية ان القناة تبدأ تعلى شوية، على الاقل على الاقل تبقى مثلا 20,000 ولا حاجة، علشان نشوف هنعمل ايه. نشوف بقى اكلتنا النهاردة الحلوة الجميلة. عملنا فطير مشلتت حلو جميل كده. يا رب يعجبكم ان شاء الله، انا واثقه ان هو يعجبكم. اعرفوا الطريقه، بصوا شكله، شايفين متحمص ازاي، شايفين التسويه جميله ازاي. بصوا هوريلكم رقات من جوه، شايفين
اعملوا نفس الطريقة، وانا واثقة واكيد اكيد انا واثقة ان هو يعجبكم. اهو بصوا انا بوريكم الرقات اهو عامل ازاي. نبدأ بقى نشوف الوصفة. معانا الدقيق، ومعانا المنخل، ومعانا الملح، ومعانا السكر والخميرة. حطينا الدقيق وحطينا عليه الخميرة وحطينا عليه معلقة سكر ومية دافية، ونبدأ نقلب. طبعا ايدينا نظيفة جدا ومتعقمة ومغسولة وكل حاجة. لازم نعجن بايدينا او عجين، بس انا يعني انا وقتها ما كانش معايا عجين، فحبيت ان انا اعجن بقى ايه بايدي كده. فيلا بينا نعجن بقى العجين. بصوا تقعدوا تحطوا ميه يعني ما تحطوش كتير علشان العجين ما يبص منكم بالطلب يعني. انتوا ايديكم هتحسوا العجين عامل ازاي. بصوا وفي طبق كبير كده علشان تبقى براحتكم، ما تبقوش متضايقين او عاملين. تحطوها بقى طبعا الرخامه دي مغسوله ونضيفه وزي الفل. تقعدوا تعملوا في العجين كده لغايه العجين معاكم ما يلم اهو. بصوا شايفين عامل زي اللبانه. بصوا شايفين بقى ناعم وجميل ازاي. بنرجعه في الطبق بتاعه وتقفلوا عليه وتسيبوه لما يخمر خالص اهو. خمر وبقى زي الفل. دي سمنه بلدي اهو. بصوا هنقطع بقى العجين ده لحتت صغيره على عدد رقات الفطير اللي احنا عايزينها. نشوف الكميه تبقى عامله ازاي وهنحطها. بصوا اهو دي رق اللي هو يعني هنحط نشوف اهو. بصوا ادي فطيره، ادي التانية. شايفين لازم ايدينا تبقى مليانه سمنه كده. خلي بالكم ايديكم لو مش تبقى فيها سمنه كده العجين هيمسك في ايديكم وهيبقى مش حلو. بص العجين ناعم وجميل بجد. اعملوا لعيالكم لقمه حلوه هتعجبكم احسن من بره، وضامنين بتتعمل ازاي. شايفين العجين عامل ازاي اهو. كل ده رقات فطير اهو. بصوا حاولوا على قد ما تقدروا تعملوها كلها يعني مقاس واحد اهو. شايفين بصوا طلعت كام راق. على قد ما بنقدر نعملها مقاس واحد، بس يعني ممكن ايدكم ما تجيبش كده، بس يعني على قد ما تقدروا. سمنه بقى سمنه بلدي عليكم، مع السمنه البلدي تغرقوا الدنيا. سمنه بلدي تغرقوها. نجيب بقى واحده واحده سيبوها برضو ترتاح. وادي السمنه. ونجيب بقى واحده واحده وتقعدوا تبططوا فيها كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا تقعدوا تخففوا كده في العجين يبقوا رقات خفيفه معاكم. وبعدين بتركنوها وتاخدوا غيرها. يعني اللي يحب يحط سمنة كله مش زيت براحتكم. عايزين تحطوا نقطة زيت برضو براحتكم. وبعدين بصوا يعني انتوا بقى لميتوا الرق كده بتعملوا الرق التاني وتحطوا ده جوه ده. متهيألي الطريقة سهلة وبسيطة. نعملها تاني مع بعض اهو. اول راق وبنقفل عليه وبعد كده ترجعوها اهو. نعمل بقى تاني راق. يعني زي بقى الفطيرة رقين 3 4 حسب انتوا وكل ما تعملوا رقات اكتر كل ما هيبقى اتخن واتخن. صدقوني بيطلع احلى فطير وطعمه جميل قوي. عارفين لو جربتوه مش هتشتروا من بره ولا هتجيبوا بتاع بره ابدا 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 اهو. تقفلوا عليه. دي الفطيره التانية اهو. يا رب بقى الطريقة تكون عجبتكم والوصفة تكون عجبتكم، يكون الفيديو خفيف عليكم، ما يكونش ممل ولا حاجة. فبشكركم جدا جدا ان انتوا شرفتوني ونورتوني في القناة هنا. منتظركم في القناة التانية ونسوي بقى احلى فطير والف هنا وشفا. لو هتجربوه جربوه. متشكرة جدا 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 على كومنتاتكم الحلوة. وانتظروني في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله هيكون بكرة. بحبكم جدا جدا واستنوا مني وصفات كتيرة قوي. اقول لكم سلام باي باي. هتوحشوني لبكرة. سلام.